السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا حبايبي هنعمل مع بعض فراخ محمرة وقلقاس ورز أبيض خضار. والقلقاس ده جميل قوي. وقبل ما أبدأ الفيديو أتمنى منكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله، وما تنسوش اللايك والتعليق، يا ريت تدعموني. ونبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة دلوقتي بعملها معاكم، بغسل الفرخة بتاعتي غسيل كويس جدا تحت المية، وبشيل كده اي عروق جواها، وبنضف ناحية الزور كويس اوي كده زي ما احنا شايفين، وبعصر عليها ليمون كويس اوي. الليمون يا حبايبي بيعمل ريحة حلوة اوي للطيور، وبتضيع منها اي ريحة زفارة على الاخر. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خلصت غسيل الفرخة كويس اوي، شلتها من المية المتسخة اللي فيها وحطيت لها مية تانية نضيفة، وبدأت ارقدها بملح وليمون. وبرضه كنت حاطة اهو الجناح والقنصة والكبدة في طبق تاني، وهبدأ أعصر عليه ليمون برضه. الليمون يا حبايبي بيضيع ريحة أي زفارة في الطيور، وكمان مش بيغير لون الفص. لكن أنا كنت جربت الخل قبل كده محبتوش، لقيته بيغير لون الفص بيخليه أصفر. وأفضل حاجة لقيتها بتشيل الزفارة كويس أوي هي الليمون. ودلوقتي اهو زي ما احنا شايفين هعمل للفرخة بصلة مرتة. هتجيبي بصلاية معاكي وتقشريها قطع صغيرة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، وهتحطي عليها رشة بسيطة أوي من الكمون علشان المرتة متبقاش غامقة معاكي، وحوالي نص معلقة كبيرة من الملح عشان المرتة تبقى مملحة وطعمها حلو. وبصل المرتة دي برضو بتملح فص الفرخة من جوه. هي يا حبايبي مش بتحتاج توابل أكتر من الكمون. الكمون بيعمل البصلة المرتة دي طعم حلو علشان ما تبقاش غامقة وحامية معاكي. وتفضلي تقلبي فيها كويس أوي كده زي ما احنا شايفين بالطريقة دي لحد ما الملح يدوب معاكي خالص في البصلة والكمون. ودلوقتي بعد ما صفيت الفرخة من المية بتاعتها خالص، بتمسكيها تفتحي قلبها كده وتبدأي تحشي فيها البصلة. وبجيب برضو شوية من البصلة بتاعة المرتة دي في ايدي صغيرين، وابدأ احشيهم تحت الجلد. بتعمل طعم حلو اوي لفص الفرخة من ناحية الصدر. ونحشيها بالطريقة دي يا حبايبي، نفصل الجلد عن اللحم، ونخلي ايدينا كده خفيفة عليها على الاخر عشان الجلد ما يتقطعش منك. وبعد ما خلصت حشوها من تحت الجلد، هجيب باقي كمية البصل اللي معايا كلها واحطها جوه الفرخة. وفي ناس بتكتف الفرخة كده ببعضها بعد ما تحشيها اي حاجة علشان الحشوة ما تقعش منها، لكن انا جربتها كذا مرة ولقيت الفرخة بتفك من بعضها اثناء التسوية والحشوة بتقع منها برضه. لكن انا يا حبايبي لقيت افضل طريقة لتثبيت الحشو جوه الفرخة، انك ممكن تجيبي سخان شيش طاووق صغيرة وتحطيها في اخر الفرخة وتقفلي عليها كويس. لكن انا في الوقت ده ما كانش متوفر عندي سخان الشيش طاووق، فجبت ابرة وخيط وبدأت اخيط بيها الفرخة. الابرة دي مخصصة للمطبخ بس، وكنت معقماها قبلها كويس. لو هتثبتي الفرخة بالابرة والخيط زي ما انا بعمل كده، لازم تكوني معقمة الابرة كويس وتكون مخصصة بالمطبخ بس. شايفين؟ تبدأي تثبتيها جامد زي ما احنا شايفين بالطريقة دي علشان الحشوة ما تقعش منك اثناء التسوية، وتقدري تستفيدي بالطعم الحلو بتاع المرتة. يا ريت تقدروا تستفيدوا يا حبايبي بحاجة من الفيديو، ويا ريت تكبروا بخاطري، وما تنسونوش في الاشتراك والتعليق واللايك. وبعدها كنت حطيت الفرخة على النار تاخد غلوة، وبعد كده بكب ميتها. بغلي الفرخة على النار أول غلوة كده بالنار بس قبل ما أشوحها في الزيت. دي خطوة مهمة أوي بتخلي الشوربة معاكي نضيفة خالص، وبتخلي ريحة الفرخة حلوة أوي، بتشيل منها أي زفارة برضه. أنا متعودة إن أعمل كده دايما، بتخلي شوربة الفرخة نضيفة أوي وبتشيل منها أي اتساخات. ودلوقتي حطيت شوية زيت على النار في الحلة وسبتهم يسخنوا، وحطيت عليهم كمون وورق لورا، وسبت الفرخة تتشوح فيهم شوية. ودلوقتي ظبطت ميتها وهسيبها تستوي براحتها لحد ما اروح اجهز الخضار بتاعي معاكم. هعمل خضار قلقاس. والقلقاس يا جماعة عايز طريقة معينة كده عشان يطلع لونه اخضر وغامق وطعمه حلو. هنشوفها مع بعض دلوقتي ان شاء الله. واول حاجة ببدأ اعملها، ببدأ اقطع القلقاس قطع صغيرة كده زي المكعبات. انا كنت بقطع كمية بسيطة معاكم علشان ما اطولش عليكم. ودلوقتي هروح اجهز الشبت اهو يا حبايبي. القلقاس بيحتاج معاكي كمية شبت كتير. انا كنت عاملة حوالي في الوقت ده 3 شدات شبت كبار.
علشان يطلع لونه اخضر معاكي خالص وطعمه حلو. ونتعود دايما يا حبايبي طول ما احنا نطبخ كده نقول بسم الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هتلاقي الاكل بقى سهل في ايديكي قوي وفيه بركة كده ان شاء الله. بعد ما خلصت تقطيع الشبت رحت قطعت كده كمية كويسة من الثوم، قطع صغيرة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. ودلوقتي هروح اغسل القلقاس غسيل كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. لازم تقعدي تمرطي كده في القلقاس كويس قوي تحت المية علشان المادة اللزجة اللي فيه تروح منه على الاخر. وكنت قطعت بصلة في الوقت ده للقلقاس وحمرتها، وحطيت في الحلة كمية مية مناسبة على قد القلقاس. وبعد ما غسلت القلقاس كويس وصفيته ضفته على المية. ودلوقتي هظبط التوابل يا حبايبي بتاعتي اهو زي ما احنا شايفين. هحط نص معلقة من الكمون ونص معلقة من السبع بهارات، واي توابل عندك حابة تحطيها تانية. وهقلبها كويس في بعض وهسيبها تغلي شوية. ودلوقتي هروح اجهز الخلطة الجميلة بتاعة القلقاس. هجيب طاسة كده وهحط فيها الشبت بعد ما غسلته غسيل كويس جدا وصفيته، وحطيت عليه التوم بعد ما هرسته، وهتحط عليه كمية كويسة من الزيت. وفي الوقت ده الفرخة كانت استوت معايا، وبحطها في الوقت ده تحت الشواية. وبرضه الشبت والثوم كانوا اتحمروا معايا اهو. تفضلي تحمري فيهم لحد ما يوصل للون الغامق ده، تحسي ان الشبت بقى ناشف تحت ايديكي. هو بياخد شوية وقت في التحمير. لازم تحمري الشبت على نار متوسطة، ما تعملوش على نار عالية عشان ما يتحرقش منك ويتحمر في نفس الوقت. تخلي النار كده وسط عليه وتفضلي تقلبي فيه باستمرار. ودلوقتي زي ما شفنا حطيت الشبت بعد ما اتحمر معايا في الدورق بتاع الخلاط، وحطيت عليه شوية مية صغيرين وفرمته في الخلاط كويس قوي. ودلوقتي هبدأ أضيفه على القلقاس وهو بيغلي كويس. القلقاس كان في الوقت ده كان داخل على السوا، وهتقلبيه كويس كده في القلقاس وتسيبيه ياخد غلوة معاه. هتلاقي لونه أخضر وبقى جميل قوي، وتبدأ تظبطي ملحه. ودلوقتي يا حبيبي بسم الله ما شاء الله كنت هروح أولع على الرز، أعمل جنب الفرخة المحمرة بتاعتي والقلقاس رز أبيض كده جميل. ودلوقتي كنت بغسل الرز كويس، وهتفضلي تغسلي فيه كده باستمرار لحد ما المية بتاعته معاكي تبقى بيضة على الآخر. تفضلي تملي وتفضي مية لحد ما المية تبرد معاكي خالص. ودلوقتي هجيب حلة واحطها على النار واحط عليها كمية مناسبة من الزيت عشان الرز، واسيبه يسخن شوية. وبعد ما المية بتاعة الرز كانت بيضة معايا خالص هضيف الرز بتاعي على الزيت. وفي الوقت ده يا حبيبي القلقاس كان بيستوي معايا. احسن حاجة كده لما تيجي تجهزي الاكل تولعي عليه مرة واحدة عشان كله يخلص معاكي في نفس الوقت تقريبا، وما تاخديش وقت كبير في الطبيخ. ودلوقتي هضيف الرز بتاعي اهو على الحلة، وهنظبط المعيار بتاعه، وتفضلي معلية عليه النار لحد ما المية بتاعته تنشف خالص. وبعد ما تظبطي ملحه وبعدين توطي عليه لحد ما يستوي معاكي. وفي الوقت ده يا حبايبي الاكل كان جاهز معايا اهو بسم الله ما شاء الله. الفرخة كانت اتحمرت واخدت لون حلو اوي زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. والقلقاس كمان اهو كان جاهز وشايفين لونه حلو قوي وكان ريحته حلوة قوي في البيت. والرز برضو كان استوى معايا. وده الاكل المصري البسيط جدا بتاع كل بيت. اتمنى اكون قدرت افيدكم حاجة من الفيديو، وياريت تكبروا بخاطر كده في تعليق حلو منكم، ومتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.